مفيش حاجة بتستخبى. أي حاجة بتعملها في السر بيجي وقت وتظهر في العلن حتى من غير ما تقصد. التعليم والمذاكرة والاطلاع بيظهروا في طريقة تفكيرك، في كلامك، في أسلوبك مع الناس. الإنسان اللي بيتعلم بضمير طريقة تحليله بتختلف، فهمه للأمور بيختلف، حتى ده بيظهر عليه من أول جملة. حتى الأكل مش مجرد عادة، طريقته، كميته، جودته بتظهر على الإنسان مع الوقت. الإنسان اللي بياكل كويس بتحس إنه رايق، هادي، في حيوية. لكن الإنسان اللي أكله مش مظبوط بياكل أي حاجة، اللي بياكل لمجرد إن هو بيملى معدته بس، التعب بيبان عليه وأثر كل ده بيظهر عليه مع الوقت. الفكرة إن التعليم والأكل الاتنين زي بعض، اللي بتاكله بيظهر عليك والتعليم كمان بيظهر عليك. ممكن لو أي حد سألك أنت أكلت إيه امبارح فتقوله مش فاكر، لكن بتحليل بسيط جدا يقدروا يعرفوا أنت أكلت إيه امبارح وكميته ونوعه. التعليم نفس الكلام، في أي موقف بيحتاج تحليل وفهم بيظهر تعليم الشخص اللي قدامك. وهنا ما بقصدش تعليم الشهادات، أنا أقصد التعليم في المجمل. الإنسان اللي بيتعلم بتواضع، الإنسان اللي بيشوف كل حاجة قدامه بيحاول ينهل منها. الخطأ قبل الصح، احنا بنتعلم من الخطأ قبل الصح. الصح كلنا عارفينه، الخطأ لما بتشوفه بتأكد لنفسك على الصح اللي جواك وإنك مش عاوز تبقى زي ده، فتكمل في الطريق السوي. الالتزام كمان هو اللي بيخليك واثق من نفسك فعلا، أثره بيظهر عليك، لأن الثقة الحقيقية ما بتجيش من الشكل ولا من طريقة الكلام، وكل واحد قاعد يقول انت ما تعرفش انا مين وابن مين وان انا اقدر اعمل ايه والكلام ده كله. الثقة الحقيقية بتيجي من ان الانسان ملتزم وعارف ان هو ملتزم وبيعمل الصح حتى لو مفيش اي حد شايفه. التركيز هو كمان ما بيظهرش في الرحلة، ولكنه بيظهر في النتائج. الورع والإنسان الدين بجد ده بيظهر في تعاملاته، مهما كانوا بيقولوا عليه ومهما كان شايف نفسه ورع أو دين. ليه؟ لأن ببساطة جدا الدين المعاملة. اللي قلبه متصل بربنا سبحانه وتعالى بيتواضع، ما بيتكبرش على الناس، بيتمنى الخير للناس، بيحفظ وديعة ربنا سبحانه وتعالى، بيكون رحيم بنفسه وبغيره، ما بيقضيش عمره يحكم على الناس ويصنف كل واحد على مزاجه، مشغول بنفسه، مش مضيع طاقته على الكل. من الآخر انت كمان لازم تكون مقتنع بان اللي بتعمله في الخفاء بيظهر في العلن. السرائر تصنع المظاهر، واللي بيحكي حكايتك بجد هو الجوهر حتى لو انت ساكت. والحقيقة ان الموضوع ده اتكلم عنه الدكتور مصطفى محمود زمان لما قال ان في 3 أنواع من العلاقات: علاقة سرية، وعلاقة خاصة، وعلاقة عامة. العلاقة السرية هي العلاقة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، مفيش أي حد مطلع عليها إلا أنت وربنا سبحانه وتعالى والملكين والشيطان إذا دعيته ببعض الأوقات لا قدر الله. العلاقة الخاصة هي علاقتك بأهلك والمقربين منك والناس اللي مفيش أي حد هيعرف عنهم حاجة إلا لو أنت اتكلمت عنهم. العلاقة الثالثة هي العلاقة العامة، علاقتك مع كل الناس، مع بتاع التاكسي والتوك توك والسوبر ماركت والمستشفى وكل حد تاني. علشان العلاقة العامة تبقى كويسة لازم الأول العلاقة الخاصة تكون مستقرة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وعلشان العلاقة الخاصة تكون كويسة فلازم العلاقة السرية تكون مطمنة، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى تكون كويسة. وما ننساش إن في علاقة رابعة، علاقتك بنفسك، بتحاسبها ولا سايبها. الحقيقة إن الصينيين كمان لهم كلام كتير جدا مهم في ده وفلسفة حياتية. من كلامهم مثلا: لو أصلحت قلبك هيستقيم سلوكك، ولو استقام سلوكك هتأثر بيه في بيئتك، واللي بيته بينصلح مجتمعه. يعني معنى كده إن هو برضو نفس المبدأ، من الداخل للخارج. الفكرة كلها بتبدأ من جوانا، نية طيبة، سلوك كويس، كل ده بيظهر في التعاملات وبيظهر على الإنسان من غير ما يعمل أي حاجة. ده بيكون أسلوب حياة، ما بتبقاش حاجة مصطنعة. الالتزام وضبط النفس مش مصطنعين، ولكنهم جوهر الإنسان اللي هو اشتغل عليه والزرعة اللي زرعها زمان.
والحقيقة إن هو ده في علم النفس الإيجابي TEB. التي thoughts أفكار، E emotions مشاعر، B behavior سلوك. السلوك هو اللي انت محتاج توصله في النهاية. مهما كانت الأفكار جواك كويسة وما بتعبرش عنها وما بتمارسهاش، انت اللي بتضر نفسك. علشان كده الصينيين بيقولوا برضو الماء الصافي لا يحتاج أن يتكلم كي يظهر صفاؤه، هو أصلا صافي. علشان كده ازرع نية طيبة تحصد حياة مستقيمة. خلي دايما نيتك كويسة وأفعالك تعبر عن النية دي. ما تحاولش تتصرف ضد الخير اللي جواك، ضد جوهرك الكويس، لأن في النهاية كل حاجة بتعملها في الخفاء هتظهر للعلن. مفيش حاجة بتستخبى. سلام.